دكتور أحمد، طبعا أعتقد مخطئين اللي تخيلوا إن نوبل بالنسبة لحضرتك هي نهاية المشوار. أنا عارفة إن في أحلام، بما إننا بنتكلم عن الأحلام بقى علمية وأحلام اجتماعية أيضا، فعايزة حضرتك سريعا تقولي عن إيه الأحلام اللي لسه ما اتحققتش للدكتور أحمد زويل، واللي حضرتك بتسعى لتحقيقها بالأمانة وجدية. والله شوفي، انا هقول لحضرتك، انا لو بطلت احلم بتمنى ان يكون ده هو اخر يوم في حياتي. يعني انا امنيتي في الدنيا الحقيقه ان حتى اليوم اللي يجي فيه ان يعني خلاص اراده ربنا بقى ان نغادر الدنيا، ان هو يكون فعلا بكون مثلا في المعمل بتاعي او في المكتب بتاعي. لان ده لو بطلت انا احلم على مستوى شغلي ومستوى اسرتي ومستوى بلدي ومستوى العالم، يبقى هو ده خلاص انتهى المطاف. انا في رايي علميا الحقيقه الحمد لله احنا موفقين جدا مع المجموعه بتاعتي، وعندنا مجموعه ممتازه جدا وتيم وورك وعظيم جدا. إنه لسه ناشرين ورقه علميه مهمه جدا الحقيقه في مجله العلوم الامريكيه، لسه طالعه بقالها اسبوع، وده فتح علم جديد ومع المجموعه بتاعتي، ومتوقعين حاجات مهمه بالنسبه لي علوم البيولوجيه وعلوم الطب. فيعني علميا الحمد لله الحقيقه، وانا في مكان من اعظم الاماكن العلميه في العالم، فبيدوني الاتموسفير والمناخ العلمي المرموق اللي اقدر اعمل منه حاجه. امنيتي الشخصيه بجانب اللي كانوا بيسموها زمان الله يمسيها بالخير والدتي، يقول لك الصحه والستر، فطبعا دولت اساسيين يعني. لكن بجانب هذا انا اقدر اقول ان دايما ليا حلم ان مصر تكون من البلاد الرائده على المستوى العالمي في الخريطة العلمية التكنولوجية. وهحاول وبحاول وسوف أحاول إن ندي كلنا مع بعض على أساس إن فعلا يبقى ده الحلم الشخصي بتاعي في السنوات القادمة.